اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا تعالى بسرعة نعمل صينية كوسة بالفراخ في الفرن. هنعملها ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. نصلي على الرسول في الكومنتات. البصلة طبعا اللي هناك اللي انتوا شايفينها دي، انا هقول لكم هنعمل ايه بها دلوقتي. غسلنا الفرخة كويس جدا بعد ما نقعها بعد ما غسلناها ونقعناها في محلول ملح وليمون وكده. هنقطع السلسلة من الظهر، يعني من عند المؤخرة كده لحد فوق، وهنقطع الفرخة من ظهرها من ورا، من فوق لحد تحت، وهنفتحها. وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هنحط الفرخة زي نظام الايه، انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. مش عارفه اوصفها لكم الصراحه. هنشيل طبعا الرقبه وهنشيل كل حاجه، وهنرجع نشطفها تاني من اول وجديد. واقول لكم هنعمل كل حاجه في الصينيه النهارده، مش هنعمل اي حاجه. هنغزغزها كده شويه عشان طبعا التتبيله تخش جواها وتشرب منها. هنعمل فراخ كأنها مشوية بالظبط، وفي نفس الوقت دايبة دوب، جوسي. عارفة الفراخ الجوسي اللي انت تاكلها كده دايبة دوب، بيحط عليها لبن وزبادي وبقى وعسل والكلام ده كله. احنا هنعملها من غير الكلام ده كله. هنعملها بفلفل والكمون ومكعب من الماجي، ولا اكتر ولا اقل، مع حبة التوابل الحصى بقى. يلا بينا ننتقل على الفرخ. طبعا هنحط الفرخه في الصينيه من غير اي مواد دهنيه خالص نهائي، مش هتحط اي حاجه. هنحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صدرها هيكون فوق كده ورجلها تبقى معوجه. ولا هنقطع الجناح ولا نعمل اي حاجه فيها، نسيبها زي ما هي. معانا بصلايه كده كبيره حلوه. ادي الكوسه قشرتها وخرطتها وغسلتها وسايباها في الميه لحد ما يجي وقتها. وعملت كمان خلاط الطماطم ومجهزه كل حاجه تمام. معانا البصلايه الحلوه دي الكبيره قوي دي، هتبقى بصلايه كده حلوه، ها؟ كتري وما تستخسريش، ها. هنخرطها كلها تخريط عشوائي، مكعبات شرايح، بس احنا عايزينها في نفس الوقت ان هي ما تبانش، عشان هنعمل ايه؟ طبيخ صينيه كوسه في الفرن. يا سلام على الجمال. بجد كانت ريحتها رهيبه جدا جدا. انا حرفيا انا ولادي بطننا وجعتنا من كتر الريحه، جعانين عايزين ناكل مش قادرين. خرطنا بصلايه، حط عليها رشه من الفلفل ورشه من الكمون ومكعب من الماجي، واتنين ورق لوري اهو، ورق اللوري. وهنحط كبابه صيني فصين، بس اتنين على فصين حبهان، وعلى حبه قرنفل وشويه ملح. ركزوا معايا في الحاجات دي كده. خلاص هنحط مكعب الماجي اهو، وحطينا الفلفل والكمون والملح واللوري. ناقص بس الايه، الجبه الصيني والحبهان والقرنفل. من كل حاجه حبيتين كده بس، مش اكتر ولا اقل. ادي اهو، واحده واحده. انا بص مسرعه الفيديو عشان خاطر ما زهقكوش وتزهقوا مني يعني. مش عايز اطول عليكم. طبعا في ناس بقى عندها نت ماشي، وفي ناس برضو بتحول باقة برضو عشان منخلص لهاش النت. طبعا ادعكها دعكة حلوة، دعكة حلوة. خليها بصي تشرب من الحاجات اللي انت عملتيها دي، جوه وبره وبقى وفوق وتحت. ادي واديله. بصي ما تسيبيش حتة فيها ما تكونيش عملتيها. تمام كده. تمام كده. 100 فل و14 وفل شمعة منورة. انتقلي على البوتاجاز يا حاجة. يلا حطيها على البوتاجاز تتشوح. خليكم معايا، هنديها تشويحة. ما تعليش عليها النار لحسن تتحرق. طبعا مش هنحط قوطة ولا نحط اي حاجة. احنا طبعا هنعمل هنا شوية رز بشعرق محمر. انا عملته كتير معاكم قبل كده على القناة، بس انا قلت بقى ايه، يلا عملنا جنبها ايه. رز محمر. هاخد نص الكمية كده هحمرها على السريع كده، وفي الاخر هنزل بالكمية التانية واسقيها المية، واحط ايه، ملح ومكعب من الماجي. تمام. طبعا انا نقلت الصينية على العين التانية عشان دي تبقى قريبة مني يعني. سوري. وبعد ما ديت احس ان هي خدت تشويحه كده، هنزل عليها بخلاط الطماطم اللي احنا فرمناه. طبعا القوطه ديت انا فرمه فيها بصلايه غير البصله اللي انا مخرطاها على الفرخه. قدامكم في بصلايه انا كنت ما حطيتها مع الطماطم وهي بتتفرم في الخلاط يعني. دي برضو بتديها تيست رهيب جدا، غير البصل اللي انت مخرطاه. تمام. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. بتدي ميكس كده جميل ما اقولكيش يعني. كانت مطلعه للتالت والرابع عندي فوق. هنصفي طبعا خلاط القوطه. معانا القوطه عشان تقيله مش حاطه لها ميه كتير، فطبعا هحط شويه ميه في الخلاط. طبعا في قوطه يعني خساره يترمي، انتوا عارفين القوطه غاليه اليومين دول.
هنمصمص بس شويه الخلاط كده في نفس الوقت، عشان احنا كده كده اصلا هنزود لها ميه عشان الصلصه معانا تقيله وعشان ما تتحرقش مننا. تمام. وبعد ما نحط طبعا الميه، هسيبها تاخد غلوتين ثلاثه لحد ما الفرخه احس ان هي كده ايه استوت او داخله في الموضوع السوا. هقول لكم على الخطوه اللي جايه، كله في صينيه واحده، ولا شمال ولا يمين. توسخي مواعينك ليه يا حبيبه قلبي؟ حله رز وصينيه للكوسه والفراخ. انا عملت سبق وعملت معاكم قبل كده الكوسه ني لا، عملت كوسه كده لوحدها ورز من غير لحوم من غير اي حاجه، كانت جميله جدا الصراحه. دي طبعا انا هعملها لكم بالفراخ كده، ادخلها لكم شويه. طبعا انا هقلبها على الجنب التاني عشان تستوي، عشان طبعا انتوا عارفين ان الصدر بياخد وقت قوي في السوا يعني. فقلبتها عشان تستوي، وبعد كده عند التحمير بقى هشقلبها لكم الناحيه التانية. تمام. كده الرز خد معانا اللون الجميل ده اهو، اللون ده المناسب اللي انا حباه. خلي ايدك فيه جدا لحسن غفلت ثانيه كده تلاقي جنب احمر والجنب التاني لا يجنب منك على طول. ايدك في رز المحمر على طول زي كانك بس ظبط ايدك في رز بلبن عشان ما يفرش واللبن يوسخ البوتاجاز وفلوسك تروح على الارض يا حبه عيني. المهم، حطينا شويه الملح، هنحط بقى مكعب الماجي وهنزود الميه ونسيبها مع نفسها خالص. طبعا انت ما تنسيش ان الكوسه هنا بتسرد ميه، فحاولي ان انت ما تحطيش ميه كتير على الفرخه وهي بتستوي مع الصلصه وكده، وتكتريش يعني الصلصه بتاعتها عشان الكوسه بتسرد ميه. عشان ايه؟ ما تبقاش كلها شوربه كده، تحس ان هي بتاكل كوسه بس ماسكه نفسها شويه. تمام. كده خلاص يا حبايب قلبي. اهم حاجه يا جماعه ما انزلوا دلوقتي حالا حطوا لايك عشان الفيديوهات التانية هتبقى جامده جدا، والفيديو ده جميل جدا، والصينيه الكوسه بالفراخ كانت تحفه وجامده جدا جدا. انزلوا بقى شجعوني في الكومنتات عشان استمر بالنشر المزيد. حبايب قلبي ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه، واكتبوا لي بتتابعوني منين عشان بفرح جدا جدا جدا. وتحيه كبيره للعراق وسوريا وفلسطين وجميع الدول العربيه والمملكه العربيه السعوديه وجميع الدول اللي بتتابعني. تحيه كبيره ليكم. كده خلاص. هقلب الفرخة على الجنب التاني، وهبتدي بقى ان انا احط الكوسة. يعني بصوا اهي، هقلبها وبعد كده هحط الكوسة واسيبها بقى ادي واديله مع نفسه بقى. يعني بصي، مش هستخسر يعني مش مستخسرة اي حاجة. بصي اي، بس حاولي بس تجيبي صينيه كبيره عندك، كبيره كده، اكبر صينيه عندك عشان تاخد الايه الكميه اللي انتي عامله. ده تقريبا مش عارفه كيلو كوسه او كيلو ربع، مش عارفه جوز اللي جايبه، مش عارفه الصراحه. والفرخه برضو عشان تاخدها. انا حبيت ان انا اعملها سلمه، كنت ممكن اعملها متقطعه وكده، بس ايه الشكل ده تحفه وعجبني جدا، واول مره اعمله معاكم. وولادي بيحبوا يعني ايه الديكورات والكلام ده كله، واخدين انتوا بالكم يعني تزويق يعني وكده يعني. كده انا بشوفها استوت هي كده تقريبا استوت، عشان بدخل فيها الشوكة باين فلقيتها استوت. طبعا الرز هيكون استوى معانا واتشرب الحمد لله. تمام. وهنشوف بقى ديت هننقلها طبعا على العين اللي قدامنا عشان تبقى ايه قريبة مننا، ما تبقاش بعيدة قوي في اخر البوتاجاز يعني. اهو، خليكوا معايا. هشوفها كده ان كانت خلاص الكوسه استوت والسوائل اللي فيها قربت تتشرب شويه، هدخلها الفرن. لو فيها سوائل كتير وكده هسيبها على البوتاجاز ايه تتشرب شويه يعني. كده انا بشوف الكوسه استوت. الكوسه طبعا طلعت دايبه دوب، والفرخه برضو بصوا بتخش فيها بكل سهوله ازاي اهي. خلاص. هتخش الفرن دلوقتي ولا نستنى شويه؟ نستنى شويه عشان فيها شرب. كده انا بدور بشوف عايزه ملح ولا لا، طلعت دلع، احط لها شويه ملح صغيرين كده، شويه صغننين كده. طبعا انتي بتدوقي الحاجه عشان الملح بتاعها يبقى مظبوط وحلو. بصوا بجد الصينيه دي كانت جميله جدا، فضلنا ناكل فيها يومين والله. حقيقي بجد يعني انا عملت الفيديو ده امبارح ولسه عندنا النهارده برضو كوسه وفراخ ورز. حقيقي بجد والله كانت اكله جميله جدا جدا جدا، وريحتها مفحفحه ما اقولكوش الصراحه. كده هسيبها شويه عشان مش عايزه اطول عليكم، وارجع لكم مره تانية. الأذان بيأذن أذان العصر. الله أكبر الله أكبر العظمة لله محمد رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا قوة إلا بالله العظيم. كده خلاص. عملت طبعا السلطة بإيه؟ كان عندي خيار وقوطة، ما حبيتش ان انا اضيف بصل عليها، وما عنديش فلفل ولا جزر. طبعا دي خضرة
جوزي كان جايبها لي وكده، انا كنت جبتها، هو جابها وانا نقيتها وغسلتها وخرطتها. والله العظيم بقى لها عندي اسبوع في التلاجة. شايفين حلوة ازاي؟ لسه خضرة زي ما هي. ليه خضرة كده وماسكة نفسها وما باظتش؟ اقول لك انا، هتجيبيها تنضفيها وتغسليها، تمام، وتخرطيها، تحطيها في علبة تحتيها مناديل وفوقها مناديل، تحفظها والله العظيم. بصي مش هيحصل لها اي حاجة، بجد بجد كأنك لسه جايباها طازة وفريش، مع انها عندي في التلاجة بقالها اسبوع. ممكن تقعد عندك اكتر من كده، بس اعمليها بنفس الطريقة. جيبيها نضفيها واغسليها كويس جدا ونشفيها من المية طبعا، وخرطيها خرط صغننه كده، تبقى معاكي جاهزه في اي وقت في التقديم. وحطي تحتيها مناديل وفوقها مناديل. هذا بقى عندنا سلطه خضراء. بصوا انتي طبعا مش قادره، تعبتي من وقفه المطبخ مش عارف ايه، لسه هتجيبي تغسلي وتخرطي وتنقي ومش عارف ايه، فاهي خرطت القوطه والخيار وادي الخضره عليها. بجد اديتها ريحه وطعم جبار. الخضرة حقيقي في الأكل بتفرق كتير. الناس صحاب الدايت ياكلوا خضرة كتير. ادي الصينية بعد ما دخلتها الفرن وريحتها وطعمها رهيب رهيب رهيب. عيالي بيقولوا لي ايه الريحة دي يا ماما؟ احنا من كتر الريحة بطننا وجعتنا من كتر الاكل، عايزين ناكل، جعانين جعانين. قلت له خلاص فضحتوني اسكتوا. بصي الصينية جميلة ازاي، الفرخة حرفيا دايبة دوب وفيها، بصوا يعني فيها بهاريس كده، مش نازلة ناشفة من على النار، فيها بهاريس ودايبة دوب دوب دوب. بصوا، بصوا الحبة الحركة دي تا 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 تا. بصوا. كانت حاجة بس عشان التقديم بس. دي طبعا الخضرة اللي انا كنت قايله لكم عليها نرش شوية كده عشان ايه؟ التزويقة بس. بصوا كده خلاص الكوسة دايبة دوب وماسكة نفسها، والفرخة برضو انا والله جيت اقطع، انا باكل من الورك، جيت اقطع ال... اسمها ايه دي، الدبوسة، لقيت العضمية خرجت كده من الدبوسة. شوفوا مستوية ازاي، ما فيهاش الحمد لله ولا اي حاجة. الحمد لله. يلا اشوفكم بخير.